يا استاذ تامر ايوه بتبقى ميكس طب انا حكاية. هقوم انا. دي بتبقى ميكس انا كده. شايف الشر في عينيه. دي هي تخيل. بتبقى ميكس كده استاذ تامر ايوه من حكايات على مواقف انت بتحضرها على حكايات طب ما دام انت بتسمعها. بقى عارف التاريخ أيوة. وهو قال لك قول لي يا استاذ تامر احكي لنا حاجه عن الاستاذ تامر. ليه طب ما تحكي لنا حاجه عن الاستاذ عمرو رمزي. انا ما لا قلتلوش إيه؟ قول لي يا استاذ، ده انا اخوه، ده حبيبي. بين اخواتي اشقية ما نخافش من البشرية، قلبنا رمينه في تابوه والشغلة معانا مادية. عمور اوكي انت عمور. بتطلبني انا يعني. تامر، انت اللي قلت اقول له. لك سر على تامر فرج، شخصي ولا أرجوك. فني؟ 3 لا شخصي، مش هقدر شخصي اتكلم وفني شخصي. وعرفي 3. بص والله العظيم الواد ده مسوق سمعتي. على فكره الناس كلها بتعلق عليك ان انت واخد الموضوع جد وعامل فيها ان انت يعني محترم قوي مش عارف ايه، وجايبني انا الوحش بقى وحش من ليه؟ الحلقه اللي فاتت. وحش ليه؟ من الحلقه اللي فاتت الحلقة اللي فاتت انا كنت قاعد مع 2 ماشي. اتجوزوا 12 ست. اوكي قاعد مع شخصين. قول يا استاذ عمرو، قول يا استاذ عمرو، ايه اللي تعرفه عني؟ خلاص هو كده فاصل فاصل. أنا شفت رغبة دفينة في عينيه انه يشقك نصين. طب بص الف له اشاعه، احنا قلنا الاشاعه بتاعت ناديه الجندي المره اللي فاتت حسام فارس. حسام فارس قلناها والدنيا مقلوبة خلي بالك انا موضوع حسام فارس، انا موضوع الاشاعه بتاعت حسام فارس دي قعدت معايا 4 سنين او 5 سنين يا ابن اللذينه. وبعدين بقى ايه ده، حصل مره موقف عايز اقول لك على موضوع الاشاعه دي. كنا انا وحسام رايحين نعزي فالمهم خارجين من العزا، خلاص خارجين، ولقيت انا وحسام خارجين كده، فلقينا مين داخله في وشنا؟ مدام ناديه الجندي. فانا رحت ساعه خطوه شمال كده، فهي واقفه بتتكلم مع حسام، فحسام عايز ينجز في الكلام معاها عشان الاشاعه ما تتاكدش. لا عشان ده ما يصوروش. انا بطلع موبايلي بس عيب عليك، عيب عليك يا باشا. صفحه 3 كتاب الشيطان عشان اصور حسام. فهو حسام واقف عامل من بعيد بشوفه لايف يطول معاه في الكلام. قال لي ده انا كنت هصوره فيديو، فهو جاي بقى عامل لي كده، هي في ظهره بقى خلاص. حسام هو مش قال لي هسيب عليك الكلب، هسيب عليك الكلب. قلت له انت كلتها بسرعه ازاي كده؟ قال لي ما انا عارف ان انت كلب وعايزني اطول معاه في الكلام، انا لقطتك وانت واقف يعني وراها. طب لو كنت لقطت الصوره دي يا عمرو كنت هتنزلها وتكتب عليها ايه؟ حسام فارس يعترف علاقتي بناديه الجندي اشاعه.